شغالين في اعمال صب الخرسانه العاديه للاساسات، وان شاء الله شغالين برنامج زمني للانتهاء من الاعمال فيها التوقيتات المحدده والمتفق عليها ان شاء الله باذن الله في 1/8 ان شاء الله نكون منتهين من المدينه باذن الله. عدد الشركات اللي تم التعاقد معها حتى الان؟ حتى الان 51 شركه، وجاي استكمال اعمال شركات ثانيه، في شركات لسه متقدمه ولسه بندرس الامكانيات الماديه بتاعتهم وامكانياتهم التنفيذيه، وان شاء الله بقى في احتمال الزياده بتاعتهم توصل لعدد اكبر من كده باذن الله ان شاء الله. يعني هل بيتم اسناد المواقع او عدد؟ احنا بنسندها لقدره الشركه حسب الفئه بتاعتها، الفئه بالنسبه لاتحاد المقاولين وامكانياتها الماديه وامكانياتها الانشائيه اللي موجوده معاها. بالنسبه للمرافق واخر ما وصلت اليه الاعمال، يعني هل تم تخطيط بالفعل المرافق واماكنها؟ تم الانتهاء من دراسه المرافق والطرق بالنسبه للمدينه بالكامل، وجاي اعمال اسنادها للشركات للبدء في التنفيذ مع تنفيذ المعمارات بالكامل، يعني هتم تنفيذها مع مراحل التنفيذ بالكامل عشان الانتهاء في التوقيت المطلوب. الشركات المنفذه كلها شركات مدنيه ولا هناك وشركات بتتعامل مع قوات مسلحه وبتتعامل مع اداره المشروعات من فتره طويله، كلهم ذو كفاءه عاليه في التنفيذ والامكانيات الماديه العاليه اللي معاهم. رجب عبد المتعال مقاول الخرسانات. اول نقطه بدايه من اسماعيليه الجديده من هنا. انت هنا دي البدايه، انتوا بتعملوا ايه كده العمل ده؟ دي خرسانه عاديه الاول. ده خرسانه، دي الاساسات بتاعت المدينه اللي هيتبنى عليها المدينه. دي اول حاجه اول نقطه خرسانه بتترمي هنا في مدينه اسماعيليه الجديده. المفروض هتخلصوا المرحله دي امتى؟ المرحله بعد 3 شهور. بعد 100 يوم. بعد 100 يوم تكون كل الاساسات خلصت. مش الاساسات، تكون العماير طلعت. العماير كمان طلعت. في كام شركه شغاله تقريبا معاك لو تعرف؟ هنا موجود بتاع حوالي 20 شركه هنا في الجزء ده بس؟ لا، في المرحله الاولانيه دي. تمام. شكرا يا باشا. هدى سينا للمقاولات. العمارات اللي هنا 20 عماره، 10 منهم نموذج 360 متر، يعني الشقه واقعه على 90 متر مسطح، وال10 العمارات التانيين العماره 640 متر، الشقه تقع على حوالي 160 متر مسطح. ال10 دول العمارات دي تقع عن محور قناه السويس والقناه الجديده بحوالي 900 متر، يعني حوالي كيلو تقريبا، اتجاه اللي طالع من قناه العاديه نمره 6 متجه للطريق الرئيسي اللي رايح السويس ورايح الاسماعيليه. العمارات دي مكونه من بدروم وارضي زائد 5 ادوار علويه، كلها هيكل خرسانه. اول شغل بنعمله دلوقتي بدانا في عمليات الحفر ل 10 ل 20 عماره، واول عماره نرميها في الخرسانه العاديه للاساسات دي في العماره رقم 1، وبقيه العمارات كلها موجوده، كل عماره عليها تشويناتها باذن الله. قبل المده المحدده ليها هيكون المشروع ده خلص باذن الله. ده معمول للشباب، يعني هو ده معمول للشباب، وديت الرئيس السيسي لشباب الاسماعيليه، واللي هو اللي ما عندوش وحدات سكنيه. الطريق التقدم بيبقى تقدم عن طريق البنوك او الحاجات دي، لكن احنا علينا مراحل التنفيذ كلها. المشروع دون فيه مدرسه وفي وحده صحيه وفي وحده اجتماعيه وفي مبنى لديوان عام المحافظه. المشروع دون فيه طرق اسفلت موجوده، وفي جرين اريا للمسطحات، ففي فراغات كبيره بين العمارات مش فراغات. بس طبعا المرحله الاولى هي مرحله التنفيذ. الحاج سليمان زايد صاحب شركه الهدى سينا للمقاولات، وهو يعرفكم بنفسه وبقيه المشروع. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لمشروع اسماعيليه الجديده دوت عباره عن عماير 4 ادوار وارضي، وعباره عن فيلل، وعباره عن عمارات مساحه 160 متر الشقه، يعني احجام مختلفه. واحنا شغالين بقى لنا 10 ايام، حفرنا طبعا حوالي 20 عماره، وبدانا باول الصبه النهارده الخرسانه العاديه، وان شاء الله شغالين على بنظام، وان شاء الله هنبدا في المسلحه بكره بعد العاديه، هنبدا في المسلحه، ولينا مده معينه لازم نسلم المشروع، وان شاء الله الشركه بتاعتي هسلم قبل اي واحد ان شاء الله بمشيئه الله سبحانه وتعالى. فاحنا شغالين، الدنيا كانت مطره امبارح والدنيا هوا، شغالين، والنهارده زي ما انت شايف الجو شغالين، والحمد لله رب العالمين ربنا موفقنا. وبنشكر سياده الرئيس، وبنشكر اللي هو كامل وزيري، لان برضه هم مسهلين لنا كل حاجه، وبنشكر اللي هو طارق مسهل لنا كل حاجه في المشروع.
لو عايز تسال اي وفي كذا مدينه بقى مجاوه لينا شغال في اي شركه وبيشتغل معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس محمد صديق، استشاري المساحة للمشروع اسماعيلية الجديدة بالكامل. الحقيقة احنا بدأنا المشروع ده في وسط تعاون غير مسبوق من أهالي المنطقة، من أهل سينا، والناس كانوا متعاونين جدا معانا، واحنا كلنا في التصميم على إنجاز هذا المشروع في طبقا لتعليمات السيد الرئيس في توقيته، وإن شاء الله نحاول نخلصه قبل التوقيت بتاعه. هنا احنا بنبقى ملتزمين بالرسومات الهندسيه اللي موجوده عندنا، بنحاول ان احنا نوقع العماير كلها بحيث انها تطلع كلها طبقا للتصميم الهندسي بتاعها. والمعدلات بتاعتنا كنا متخيلين ان احنا ممكن نخلص كمان اسبوعين ثلاثه، نبتدي البدايه دي كمان اسبوعين ثلاثه. الحمد لله انجزناها في اصعب الظروف الجويه، والناس كلها حماس غير مسبوق لانجاز هذا المشروع في توقيته ان شاء الله.